تصدقي اني اليوم كثير محظوظة لانه وصلني الجودي باستا بوكس بالوقت المناسب. صاحباتي بعد نص ساعة جايين عندي وطلبوا مني اسوي لهم بيتزا، فطبعا مستحيل اخلصها بنص ساعة، بس مش عارفة ليش اجاني الهام اني ممكن اسويها بالباستا. وفي عندي زيتون اسود وعندي الفلفل الرومي وعندي المايونيز، خليني اشوف ايش ممكن اعمل فيهم. عندي مشروم، في عندي بيبروني كمان، في عندي موزاريلا. بلش اعملهم للفلفل شرايح. الثوم كثير بيستخدموه الايطاليين بالوصفات تبعتهم وخصوصا الصلصات. خلينا نبتكر شويه، يعني هو حلو ما نخاف وقت اللي نطبخ. والحلو كمان انه في انواع كثير من الباستا، يعني في اشكال والوان. عيوني صارت تحرقني، صاروا كلهم دموع بس عادي، كل هذا يهون في سبيل اني اطلع طبخه حلوه، ما عندي اي مشكله. أنا بشكل عام كثير بحب الأكلات الإيطالية وخصوصاً الباستا. حلو كثير إنه نعمل فيها الكسرولات لأنه ممكن ناكلها حتى بالمعلقة، يعني مو شرط الرسميات والشوكة فكثير حلوة للأكلات العائلية. يعني أخذت منا لأنها كثير صغيرة، أنا توقعت تاخذ 6 دقايق، أخذت 3 تقريبا. أنا شكلي حاكلها أصلا قبل ما يجوا صحباتي الريحة كثير حلوة. هذا اللي كنت بتكلم عنه. بس البارميجان لازم ندير بالنا لأنه شوية مالحة، فمش حنكتر منها كثير. الأكثر حتكون الشدر. رح أغطيها بالجبنة من كل مكان، وزع شوية زيتون بس مجرد ما تذوب الجبنة. هاي أحلى لحظة عندي لما يجوا صديقاتي وأكون متحدية نفسي ومبتكرة طبق جديد عشان يجربوه. لا 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 لا، قبل لا أسكب لازم أصورها وأنزلها على الانستغرام وأسوي تاج لهدى، أشوف إيش ممكن تعمل فيها هدى لما يجيها الجودي باستا بوكس. فرحي أهلك وأصحابك بوصفة من ابتكارك مع جودي باستا بوكس. اطلبيه من موقع مطبخ جودي وشاركينا إبداعك.